السلام عليكم يا شباب. مقطع النهارده عن مجموعة التاكيون اللي خليني اقول لك انها حرفيا هتسيطر على الميتا الفترة الجاية. エクシーズ召喚ナンバー107ギャラクシーアイズタキオンドラゴン。 بص، هو اخر لايف عملته كان تفتيح باكات، ففي ناس كانت بتسالني هل المجموعه ترجع تير زيرو، او بيقولوا يعني ان المجموعه دي هترجع تاني تير زيرو، وانا قلت لهم بصراحه لا، هي اخرها تير 2 او 1. ولكن لما جربت المجموعه كتير بصراحه خليني اقول لك انها ممكن ترجع تير زيرو. طبعا اللي ما حضرش المجموعه دي اول ما نزلت، هي اول ما نزلت طلعت تير زيرو، بعد كده اتضربت على طول. فخليني اقول لك ان احتمال الموضوع ده يتكرر، لان بصراحه المجموعه مش طبيعيه، قويه جدا اول، قويه جدا تاني، مهاره حرفيا اسطوريه، وحاجات كتير جدا في المجموعه تخليها تصعد تير 1 او ممكن كمان تير زيرو. طيب عموما عشان ما تقولش عليك كتير، خلينا اول حاجه اوريك المجموعه، بعد كده نروح نشوف المبارزات مع بعض. طيب ده شكل المجموعه اللي انا بلعب بيه. بص، هو انا جربت شكلين، الشكل ده وفي شكل تاني هوريهولك. الشكل ده ميزته ايه؟ ان ممكن بيخليني في الغالب اقدر اجيب 3 وحوش في الملعب، وغالبا بيكون الوحش ده، لانه لازم يكون عندك في الملعب اساسا لو بدات اول، مع طبعا الوحش الجديد اللي هو نيجيت لاي سبيل بيتفعل، مع الوحش ده. الوحش ده يعتبر نيجيت لاي تارجت بيتعمل ليك، يعني حمايه ليك من التارجت من الاخر. طيب خليني اقول لك انك مش لازم تلعب بالشكل ده، هو اهم حاجه لما تبدا اول انك تجيب الوحش ده في الملعب مع الوحش ده، طبعا مع اوراق حمايه زي الورقه دي وورقه الكاونتر تراب. الورقه دي جامده جدا على فكره. عايز اقول لك ان الورقه دي اصلا مع ورقه الحمايه كومبو مش طبيعي. طبعا الاوراق دي بتقدر تفعلها من ايدك لو عندك وحش جالاكسي تاكيون في الملعب، فانت لما بتستخدم الورقه دي مثلا على وحش التاكيون، وحش التاكيون بتاعك مش بيتاثر باي حاجه، يعني من الاخر خصمك مش بيقدر يتخلص منه، وحتى لو هاجم عليه هو مش بيتدمر بالباتل. مش دي المشكله. المشكله ان بقى لما خصمك يجي يهاجم، خلاص انت وحشك ده هيفضل موجود في الملعب، فبالتالي هتقدر تفعل ورقه زي دي من ايدك، فاذا خصمك لما يجي يهاجم هتقدر تفعل الورقه دي، وقدرتها انها بترجع كل الوحوش اللي في ملعب خصمك للمجموعه بتاعته، يعني من الاخر بتفضله الملعب. طيب بالنسبه لشرح المجموعه، هي المجموعه سهله، والمهاره غير ادميه حرفيا، مهاره سيرش قويه جدا الجزء الاول منها. ولو بدات تاني في النورمال درو بتقدر تفعل المهاره وتسحب ورقه زي دي وتفعلها، اللي انت مثلا لو بدات تاني بتخليك تجيب وحش زي ده. وحش زي ده حرفيا مزعج جدا، لازم خصمك يتخلص منه، لانك لو فعلت قدرته هو بيعمل نيجيت لكل الاوراق الفيس اب اللي في ملعب خصمك، ده غير ان الاوراق الست حتى خصمك مش هيقدر يفعلها، فلازم يتخلص منه قبل ما تفعل قدرته. ويا سلام بقى لو في ايدك ورقه زي دي، يعني انت من الاخر هتقدر تجيب الوحش ده وتحميه، او حتى لو خصمك عنده افكتين بحيث لما تيجي تحميه يعمل شين ويتخلص منه، فانت كده من الاخر ضيعت افكتين على خصمك من غير ما تبدا لعب. بعد كده بتقدر تفعل مهاره السيرش وتلعب الكومبو من اول وجديد. طيب زي ما قلت لك مش لازم تلعب بالوحش ده، ممكن تلعب بوحش اللينك، او ممكن تلعب باي وحش اكسيس 8 ينفع مع المجموعه. فلو مش حابب تلعب بالشكل ده، فانت ممكن تلعب بواحده بس من نوبلا، مش لازم تلعب بثلاثه، وممكن تقلل المجموعه زي ما انت حابب، مش هتفرق يعني. فعموما عشان ما تقولش عليك كتير، خليني اول حاجه اوريك مبارزه كده على السريع ضد بوت، عشان اوريك كومبو المجموعه والمهاره، واشرح لك برضو الاوراق، بعد كده نروح نشوف المبارزات مع بعض. طيب خلينا نفترض اني بدات اول، هقدر افعل المهاره، اكشف اي ورقه من دول لخصمي، كل الاوراق دي بتخليني افعل المهاره، واعمل سيرش. هو في الغالب الوحش ده يعتبر 1 كارد كومبو، تقدر لو ملعبك فاضي تستدعيه سبيشال سامن، او لو خصمك عنده وحش 2000 نقطه هجوم او اعلى تستدعيه برضه. طيب فعل قدرته، تستدعيه، بعد كده تفعل قدرته الثانيه وتجيب الوحش ده. اوكي، اكسيس 8، الوحش ده بيعمل سيرش وتقدر تستخدم قدرته وتعمل اكسيز. اوكي، تضيف بقى لايدك، هو يفضل مثلا لو انت بادئ اول انت بتضيف لايدك الكاونتر تراب. هنا الكاونتر تراب في ايدي، هقول لك ليه الكاونتر تراب على طول، عشان لو خصمك مثلا في ايده ورقه زي نيبيرو او ايا كان يعني. بضيف بما ان في ايدي الكاونتر تراب، ممكن تضيف ورقه الحمايه. اوكي، افعل قدره وحشي. طبعا زي ما قلت لك الوحش ده لازم يبقى عندك في الملعب. هنا مش هحط ماتيريال، لو عندك لو بتلعب بوحش لينك 2 حطه بقى ماتيريال، لانك هتحتاجه في المقبره. الوحش ده بتقدر تنزل بيه سبيشال سامن، والقدره دي كوك افكت على فكره، تقدر تنزل بيه في ملعبك او في ملعب خصمك. طبعا يفضل في ملعبك لو عشان تكمل الكومبو، تقدر تفعل قدرته وتسرش على اي سبيل او تراب خاص بالمجموعه، فانت بتجيب التراب اللي ناقصك لو ضايفه للمجموعه، بعد كده بتفعل قدره الوحش ده من المقبره.
طبعا هتقول لي ازاي الوحش ده 1 كارد كومبو؟ هقول لك لما اجيب وحش الاكسيز، لو انا مش في ايدي مثلا الوحش ده، كنت اقدر اسرش عليه او اسرش على وحش ليفل 4 واكمل الكومبو. كل ده هقوله لك اثناء المبارزات. اخر حاجه بتجيب الوحش ده، بعد كده خلاص بدايه قويه جدا على فكره. يعتبر انت ضفت 3 اوراق خلفيه لايدك، 3 اوراق بتفعلوا من ايدك. هيبقى عندك وحش في الملعب حرفيا مش هيتاثر باي حاجه، مش هيتدمر. ففي الباتل فيس اساسا يعني لما خصمك يجي يخش الباتل فيس هتقدر ترجع له كل الوحوش اللي في ملعبه. طيب المبارزه دي بلعب ضد البراندد. بدات اول بدايه كويسه جدا. افعل المهاره. انا كنت بلعب بواحد نيبولا بس. اوكي اكسيز واعمل سيرش في دي ورقه الحمايه. فهضيف الكاونتر تراب. اوكي طبعا بالوحش ده ضفت التراب الاخير اللي هو بيرجع وحوش خصمي في الباتل فيس. اوكي خلاص نهيت دوري. يعني انت تتوهم ان الملعب ضعيف. عايز اقول لك ان الملعب ده قوي جدا. الملعب ده كفيل يطلع المجموعه تير 1 او تير 0 كمان، بسبب طبعا الاوراق الخلفيه اللي انت بتقدر تفعلها من ايدك. فهي محميه، خصمك ما يقدرش يتعامل معاها، هي في ايدك عموما. اوكي هنا قلت احمي وحشي. كنت ممكن اصبر شويه بس مش مشكله. انت ممكن تعمل حاجه، يعني انت ممكن تسيبه يعمل كل اللي هو عايزه وتيجي في الاخر في الباتل فيس تحمي وحشك، او تفعل التراب بتاعك. خصمك حب يعمل حاجه تعمل شين وتحمي وحشك، او تفعل كاونتر تراب. لان الورقه دي حرفيا غالبا هتاخد ليميتد 1 لو انتشرت يعني. اوكي فعل قدرات وحوش. كل ده مش فارقه معايا يعني. فعل قدرات وحوشك للصبح يا معلم. لغيت له براندد ان ريد. جاي هاجم، فعلت التراب من ايدي، رجعت له الوحوش تاني للمجموعه عنده. خلاص ملعبه فاضي ومفيش حاجه يعملها. طبعا فعلت المهاره. الورقه دي مش بتتفعل غير لو سحبتها في النورمال درو. فهو المهاره بتخليك تسحبها وانت يعني حتى لو بدأ التاني مش هيبقى عندك بريك عادي، لانك هتسحبها بعد كده تفعل المهاره وتعمل سيرش على اللي انت عايزه. طيب المبارزه دي بلعب ضد السورد سول. بدات اول هعمل سيرش. هنا هجيب بقى 3 وحوش. كنت بلعب ب 30 ورقه. يعني جربت كده وجربت كده. هو احيانا وحش الحمام التارجت بيحمي بيفيدني يعني بصراحه، ولكن حتى لو مش موجود برضو مش الموضوع مش هيعمل معاك فرق كبير. بالعكس انت احيانا عشان تجيب 3 وحوش اكسيز بتضطر تستغنى عن سيرش. يعني انا هنا مثلا كنت اقدر اجيب ال3 ترابات في ايدي، فجبت ترابين بس. مش ما خدتش بالي، بس في مبارزات كتير كنت اقدر اضيف ال3 ترابات لايدي، بيبقى في ايدي واحد اقدر اضيف الاثنين، بس كنت بستغنى عن الحركه دي في مقابل اني اعمل 3 اكسيز. فخليني اقول لك ان وحشين في الملعب كفايه. الوحشين دول ده نيجيت لاي سبيل، والتاني هو بتعتمد عليه عشان تفعل الاوراق من ايدك. اوكي جاب السورد سول هيفعل قدرات وحوش. هنا انا قلت اعمل نيجيت، لان طبعا الورقه دي لما بتتفعل في الشين بتعمل نيجيت لكل اللي قبلها. فقلت افعلها عشان استفيد ان اعمل 2 نيجيت. طبعا نيجيت لوحشه اللي في الملعب واللي في المقبره. طبعا هو بيكمل عادي، ما عنديش مشكله خلاص. اوكي خدت هجوم وحش اللي اتدمر بقدره على فكره الوحش ده برضو قوي جدا في الباتل فيس. لو خصمك جاي يهاجم على وحش تاني بتقدر تحول هجوم عليك. ده غير ان لو وحش اكسيس اتدمر تقدر برضو تاخد نقاط هجومه. اوكي جبت الجالاكسي هفعل كويروز. طبعا هيعمل له بانش بس مش مشكله، كده كده هدمره برضو. بعد كده ههاجم وانهي المبارزه. طيب المبارزه دي بلعب ضد مجموعه البلو ايز، اللي هي اوريك قوه المجموعه لما بتبدا تاني. اوكي هيضيف التراب وهيبقى عنده ورقه خلفيه كمان وهينهي دوره. هنا في ايدي كاونتر تراب كويس جدا، او ورقه الحمايه كان هيبقى كويس برضو. هي لازم افعل الورقه على طول. سحبتها فعلتها عملت كشفتها لخصمي، بعد كده لازم تفعلها على طول. اوكي هنا لازم اتخلص من الوحش ده قبل ما افعل قدرته. اوكي عندي دروبلت
لو كان فعل ورقه التدمير، عندي الكاونتر تراب دلوقتي اقدر افعله من ايدي لان عندي وحش تاكيون. بص هنا فعلت قدره وحشي، ايه اللي حصل؟ ملعبه كله اتنجت. هو عمل شين الاول، فعله فعل الكونتينيو تراب، ولكن هنا خلاص ملعبه كله اتنجت، وحتى الاوراق الخلفيه ما يقدرش يفعلها. فاصبح عنده 1 2 3 4 5 6 اوراق في الملعب حرفيا ما لهمش اي لازمه. طبعا أنا بلعب براحتي بقى، بجرب. لو انا خلاص يعني بجرب براحتي جدا. اوكي، طبعا هدمر الكونتينيو تراب، ملعبه كله هيبلع، هيستدعي وحش من ايده، مش مشكله هدمره برضه. اوراق الخلفيه خلاص، يعني هو كان المفروض يفعل ورقه التدمير قبل ما انا افعل قدره وحش، بس عموما كان في ايدي الكاونتر تراب وعامل لها نيجيت. طيب المبارزه دي بلعب ضد مجموعه الدرايتون. اوكي، بدات اول عنده كويس، بس برضه مصمم اجيب 3 وحوش. بس هنا بقى وحش الحمايه التارجت نفعني. زي ما قلت لك الافضل يعني هات وحشين. بص هنا جبت وحش الجلاكسي، الوحش التاكيون طبعا. بعد كده جبت هو الوحش ده يعني حتى في دور خصمك او في الدور ده مثلا لو فعل افكت فيلر بتقدر تحمي وحوشك، بس مش محتاج افكت فيلر، مش محتاج تحمي وحوشك دلوقتي. اوكي ما علينا. كنت اقدر اضيف كمان التراب، يعني مثلا المبارزه دي كنت اقدر اضيف التراب اللي بيرجع كل وحوش خصمي في الباتل فيس لو كنت جبت وحشين بس. نجيت طبعا، عملت نجيت للفيلد ليه؟ عشان انا بخطط انه لما يجي يستخدم ورقه الريتشوال اعمل لها نجيت واسرقها احطها ماتيريال عندي. هنا حمايه من التارجت بقى. طبعا انا اصلا عندي حمايه، يعني انا عندي ورقه حمايه في ايدي، بس اوكي مش افضل حاجه يعني، يكفي الوحشين اللي قلت لك عليهم. اوكي جاب هيرالد، فعل قدره وحشي وعسرق الورقه بقى احطها ماتيريال عندي عشان ما يقدرش يرجعها تاني من المقبره. طبعا هنا حميت وحشه من قدره هيرالد بالتراب. لسه عنده يجيب الوحش اللي في السليكشن بوكس، وحش رخم جدا. حاليا ما اقدرش افعل اي حاجه، بس لو كان هاجم على الوحش ده هو كده كده لا ده نقاط هجومه اقل اساسا. اوكي سحبت الورقه دي، طبعا ما سحبتهاش، سحبتها بالمهاره. خلاص يعني ما اقدرش افعل على فكره هنا قدرات وحوش اللي في الملعب، بس عادي مش محتاج يعني، هو يكفي اني اهاجم بيهم هقدر انهي المبارزه. طيب المبارزه دي ضد البراندد، هو بدا اول مفيش في ايدي لا دروبلت ولا اي حاجه، بس اوكي عادي. هو انا كسبت على اخر 400 نوتس حياه حرفيا بسبب وحش اللي بيعمل افكت دامج الرخم اللي عنده. اخيرا حط البراندد ان ريد، وثلاث وحوش عنده في الملعب، 3 وحوش حرفيا ارخم من بعض. على فكره عني المبارزه في الدور ده، عشان كده بقول لك المجموعه قويه جدا اول وقويه جدا تاني. طيب هو الطبيعي طبيعي يتخلص من الوحش ده، هو عمل له نيجيت. اوكي عادي جدا، هو ما كانش عادي قوي يعني بسبب الوحش الرخم ده بس بس ماشي، هيعمل بانش لوحشي. بس ضفت الكاونتر تراب هنا لما فعل براندد ان ريد، فرحت مفعل الكاونتر تراب بحيث ما يجددش الملعب بتاعه. خلاص يعني هو المشكله عندي بقى في الوحش الرخم ده، فعلى طول جبت جالاكسي تاكيون. ما كانش عنده ورقه حمايه في المقبره، لو كان عنده ورقه حمايه في المقبره ما كنتش كسبت على فكره. دمرت وحشه بس على اخر 400 نقطه حياه. بعد كده بلعب براحتي بقى خلاص. كنت بفكر بصراحه اعمل مليون حاجه. الوحش ده لما بتضيفه لايدك بتقدر تستدعيه، ولما بتستدعيه او لما بيكون عندك في الملعب تقدر تضحي بيه تستدعي الوحش ده. اوكي كنت المفروض ادمر الفيلد على فكره، بس مش فارق، هو كده كده هيخسر يعني. ضفت ورقه الحمايه اكسيز. بعد كده جبت لافينير، هدمر وحشين وههاجم، مش مشكله كده كده عنهي المبارزه. طلع وحش من المقبره يحمي بيه نفسه فدمرته، كملت هجوم ونهايه المبارزه. طيب المبارزه دي بلعب ضد الهيرو. بدا اول بدايته كانت كويسه جدا على فكره، كان في ديدي كرو. حد هيسالني دلوقتي او بعد ما الدور يخلص انت ما استخدمتش ديدي كرو ليه؟ فهقول لك ما اعرفش.
لا بجد مش عارف انا ما استخدمتوش ليه حرفيا. اخيرا جاب 3 وحوش في الملعب، وتقريبا هيحط 3 اوراق خلفيه، ورقتين. ماشي، فعلت المهاره. هو عنده طبعا سوبر بلومرايزيشن، على طول هيجيب الجالاكسي تاكيون. طبعا هو مش هيسيبه في حاله. عندي ورقه حمايه، فهيشين هيستخدم سوبر بلومرايزيشن. هي دي الحركه اللي بقول لك عليها. انت بالحركه دي ضيعت لخصمك افكتين، يعني حرفيا افكتين، ولسه في ايدي فوربيدن دروبلت. اوكي، عملت نجيت لوحشه. العب براحتي، بس كان هيبقى عنده فوربيدن دروبلت، بس عادي مفيش مشكله. هيعمل نجيت للوحش ده. اوكي، مش هقدر اعمل سيرش، ما عنديش اي مشكله، هجيب الوحش ده من ايدي. هفعل طبعا قدره وحشي، هو معمول له نجيت بس عشان ابعت الماتيريال للمقبره وارجع الوحش ده للملعب، واعمل اكسيس كمان، ضفت الكاونتر تراب لايدي. خلاص. طبعا وحوش الجلاكسي كلنا عارفينها، همسح له الملعب حرفيا. الوحش ده هيرجع وحشين من البانش، مش مشكله. هو بمجرد ما هاجم بوحوشي هقدر انهي المبارزه. طيب المبارزه دي بلعب ضد مجموعه الدارك ماجيشن. بدات تاني، عندي كويس جدا. في فوربيدن دروبلت وفوربيدن تشاليس، مش محتاج الاتنين يعني. اوكي، اخيرا هيجيب ريد ايس دارك دراجون مع وحشين في الملعب وعنده سول، سحب ورقتين. اوكي، فعلت على طول المهاره، حولت للرجل المقنع. طبعا سحبت الورقه دي، فعلتها على طول دروبلت، لانه حب يعمل لها نجيت، فعملت بقى بدروبلت نجيت للوحشين بتوعه. بلعب براحتي جدا خلاص. هو عنده سول لسه، بس عامل نجيت للملعب كله بما فيهم سول، بس هو عمل شين وفعل سول قبل ما يتعمل لها نجيت. مش مشكله، عادي. هنا بقى بلعب براحتي، فعمال اخترع بصراحه يعني كنت بخترع، لو عايز اشوف اخر المجموعه ايه. هو يعني رغم ان السول معمول لها نجيت، بس برضه وحشه مش بيتاثر. خدوا بالكم، ولا الدارك ماجيشن، ولا اقدر ادمر سول بسبب الوحش المزعج ده. بس عادي، مش مشكله يعني. على فكره لو هاجمت على وحوشه كنت نهيت المبارزه، بس ليه هاجم على وحوشه لما ممكن اخترع شويه؟ فاهم؟ مفيش مبرر ان هاجم على وحوشه، لازم اخترع شويه.